أكبر غلطة ممكن تعمليها في حياتك هو إنك تفتحي بابك لشخص كان المفروض ما تفتحيهوش، والغلطة الأكبر إنك تبعدي عن شخص كان فعلا شريكي بجد. هقولك ببساطة كده، إمتى تفتحي صفحة جديدة معاه وتسامحي، وإمتى تقفلي الباب بالترباس وترمي كمان المفتاح في البحر عشان ما ترجعيش تاني. أهلا بيكم. كلمة أنا مسامحاك ساعات بتكون مجرد كلمة، بس معناها في الحقيقة إن أنا بديلك فرصة تانية علشان تكسرني أو يثبت لك إنه اتعلم الدرس وهياخد باله بعد كده. وساعات قفلك للباب بيكون وجع كبير بالنسبة لك، بس علشان ما تحتاريش وتفكري كتير هقولك إمتى تسامحي وإمتى ما تسامحيش. خدي بالك من حاجة مهمة، مش أي حد يقولك أنا آسف يبقى يتسامح، لأن المسامحة هنا ليها شروط. طب إمتى بقى تسامحي؟ لما تلاقي في عيونه ندم حقيقي مش تمثيل. الندم الحقيقي ما بيكونش بكلمتين حلوين أو بوكيه ورد، إنما الندم بيبان في الأفعال أكتر. يعني مش هيلاقي بعد ما يقولك كلمة آسف اصل انت اللي استفزتيه. كمان لما يكون غلطه عابر ومش طبع فيه. طبعا اكيد كلنا بشر وبنغلط، ممكن تكون كلمه طلعت منه وقت عصبيه، ممكن سوء فهم لموقف معين، ممكن تقصير منه مش مقصود بسبب ضغوط الحياه. فالغلطه الاولى هنا ممكن نعديها لو شارين الشخص ده. كمان لما تلاقي انه عنده خطه واضحه انه يتغير، يعني لما يقول لك انا غلطت في كذا وكذا وعلشان ده ما يتكررش انا هعمل كذا وكذا، تلمسي ده في نفسك في المواقف اللي جايه. طب انت تقفلي الباب وما ترجعيش، ما غلطه ده هيبقى نمط حياه، يعني يغلط ويعتذر ويكرر نفس الغلط. الاعتذار بيكون مسكن، الفرصة التانية بتكون ضوء أخضر ليه علشان يكمل أذية. كمان لما يكون إنسان أناني جدا، يعني شايف نفسه صح طول الوقت وما بيغلطش أبدا، بيتعامل معاكي على إنك مضمون ومهما تعملي مش هيعجبه. لما كمان يكون الكذب سمة فيه، يخلق قصص وحوارات مش موجودة في الواقع وبيعمل كده بس علشان يبعد عن نفسه الغلط. كمان لما يكون إنسان مؤذي نفسيا وجسديا، بيقول لك كلام جارح وبيتطاول عليك، بيبتزك عاطفيا او بيقلل منك، بيهين كده كرامتك وكيانك، يبقى هنا الهروب من العلاقه دي واجب. المهم بقى ان احنا نعرف ان القلوب مش حقل تجارب، والعمر فيه كام سنه علشان نضيعهم في علاقات مش ناجحه. يبقى نسامح اللي يستاهل ونبعد عن الشخص اللي عايز يهدنا. قولي بقى ايه اكبر غلطه من وجهه نظركم مستحيل تسامحوا فيها، وايه هي الغلطات اللي ممكن تعدوها؟